انا عايزك تصبر لان جاي لك بشويه دلائل وبراهين على الرد على الاعلام الزملكاوي اللي طالع قطع حسين الشحات بحكايات وروايات وقال بيقول لي الفينا يا صغير يا الفينا يا قصير اسم الله، على اساس ان حسين الشحات 2 3 متر. ما بالعقل يا جدعان، بالعقل. انا جاي لك بشويه دلائل وبراهين في حلقه هنكسر فيها الدنيا باذن الله، حلقه هتكون جباره للرد على الاعلام الزملكاوي ده وده. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نخش في الأخبار وقبل ما نخش في الرد على تلك الإعلاميين اللي زودوها قوي مع حسين الشحات، نبدأ الكلام الأول معاك بإيه؟ بذكر الله فلا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقوال حكايات وروايات، وحسين الشحات بيقول يا ألفينا أنت قصير وصغير، وحكايات من الهوى من الهوى. ده حكم المباراة قال لمحمد هاني كده لما حسب عليه فاول، قال له اهدى، يعني كده اهدى، مش يا قصير يا صغير، لأن حسين الشحات مش 2 3 متر، يعني ما هو قصير برضه، مش 2 3 متر. بالعقل، والعقل واللي بيفكر بالعقل بيريح. اضرب يا كبير اللايك لان داخل لك في تفاصيل خطيره خطيره خطيره. لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الكلام لكل الناس. طيب، الاعلام الزملكاوي قالب الدنيا على حسين الشحات ليه؟ لانه بيقول لك قال يا الفينا يا قصير يا صغير يا حكايات يا روايات، اي بطيخ في اي عنب في اي كوالا لمبور على الفاضيه والمليانه. تمام. عمل الاشاره حسين الشحات لازم يتوقف. حسين الشحات عمل اشاره مشينه وسيئه واللاعب مش عارف ايه. الزمالك ده اعلام الزمالك يعني، ولاعب الزمالك الفينا ده ما كانش بيكلمه، ده كان بيقول لهم اهدوا اهدوا كده، يعني اهدوا، مش بيقول لألفينا قصير حاجه، يعني حاجه. بص نجيب لك من الاخر. طيب ليه يا رجاله؟ يعني يا رجاله بالعقل وبالمنطق، ها؟ على اساس ايه حسين الشحات هيقول له كده؟ يعني على اساس ان حسين الشحات 2 3 متر؟ ما بالعقل وبالمنطق. طيب سيبك من كده. طيب الخلاف فين؟ والاخلاق فين؟ والمبادئ فين؟ وهاتك يا هري وهاتك يا رزع وهاتك يا خبط في حاجه لا تمثل للواقع بصله. طيب امال ايه الحكايه؟ هقول لك يا كبير، ده انا جاي لك بشويه تفاصيل واخبار عنب العناب، بس انا عايزك تصبر معايا، عايزك تصبر معايا علشان حسين الشحات اتقطع. طيب اضرب يا كبير. ايوه انت اضرب لايكك، واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق، ويفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. طيب ايه الموضوع وايه الحكايه وايه الروايه؟ انا هقول لك كافه التفاصيل. طيب ايه الموضوع؟ ما تكلموش. بص بعد ده كله، لان حسين الشحات يعني عمل لهم هيجان وقلبان لما قلب المباراه راسا على عقب. ما تكلموش خالص على احتفال حسام عبد المجيد، ما تكلموش على احتفال حسام عبد المجيد بالهدف هو ودونجا. ليه؟ بعد ما احرزوا هدف الزمالك راحوا الاثنين راحوا على عند جمهور الاهلي، وهاتك يا رأس وهاتك يا زمرو، ودونجا يطلع لسانه وحسام عبد المجيد يرقص. ما اتكلموش خالص. ليه؟ وطلعوا ألسنتهم للجمهور. حد خد باله؟ لا. حد خد باله منهم؟ لا. حد اتكلم منهم؟ لا. محدش هيتكلم ولا هياخد باله من غير من حسين الشحات. محدش هيتكلم ولا ياخد باله غير من حسين الشحات، النينجا اللي قلب المباراة رأسا على عقب. تمام. وصاحبنا احمد الخضري ده ما اتكلمش، وكان كان طالع في لقاء كده يقول لك ايه اللي هيقول ان حسين الشحات مش غلطان ده حرام، والحكايه والروايه، واشتغل هاتك يا رزع وتخبيط في حسين الشحات. طيب واللي بيدافع على حسين الشحات لازم يتحاسب ويتعاقب وي 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 وهاتك برضو ايه شغل من اللي انت بالك فيه. طب هو يا استاذ احمد عشان بنحترم الناس،
هو اللي عمله حسام عبد المجيد ودونجا مش غلط؟ ولا انت بتشوف بالعين واحده؟ اضرب يا كبير، اضرب، علشان داخلين على كلام خطير. ايوه انت لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الكلام لكل الناس. ده قطعه حسين الشحات. هو اللي عمله حسام عبد المجيد ودونجا يا كابتن خضري مش غلط؟ ولا انت بتشوف من ناحيه واحده وتفضل تقول حرام وحلال وي 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 ولا ايه؟ ولا ايه يا كابتن احمد يا خضري؟ ما هو لو بتشوف من ناحيه واحده قول لنا الحرام يبقى على الكل ولا على واحد بس؟ مع ان حسين الشحات ما كانش بيقول 2000، هو حسين الشحات 2 3 متر، يعني هو هيوصل للسما يعني؟ ما بالعقل برضه وبالمنطق ولا ايه؟ هو مش حرام، هو مش حلال، هو مش عارف ايه. سيبك بقى من الحكايات والروايات دي، نروح لرابطه الانديه المبجله اللي ما عاقبتش جمهور الزمالك وما عاقبتش جمهور الاهلي اللي كان رد الفعل. لان لو هتعاقب جمهور الزمالك مباراتين وهتعاقب جمهور الاهلي مباراه. ده العدل، ده العدل. لكن لا عاقبت ده ولا عاقبت ده. عاقبت مين؟ عاقبت حسين الشحات عاقبت عبد الله السعيد وتريزيجيه. ده ايقاف مباراه لحصوله على ثالث انذار، وده ايقاف مباراه لحصوله على ثالث انذار. بغير كده ما عاقبتش الجماهير. ليه؟ لان في الموضوع انت ما تعرفش. انا بص طالع اعرفك على كل التفاصيل. الموضوع في يا كبير. اضرب اللايك قبل ما اقول لك على اللي في الموضوع. لايكك واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق، وفعل زر الجرس. مع العبد لله هيوصلك كل ما هو جديد. الان يا باشا ان الزمالك يوم السبت معاه مباراه جماهيريه مع غزل المحله في القاهره. فطبعا لو وقف جمهور الزمالك، جمهور المحله بس هيخش ال 200 300 نفر، فما ينفعش يبقى 200 300 نفر للمحله والزمالك بينش. اما الاهلي معاه مباراه مع كهرباء الاسماعيليه، وكهرباء الاسماعيليه ما معهوش جماهير ولا شمال ولا يمين، فجمهور الاهلي هيبقى لوحده. قال لك لا، احنا ما نعاقبش جمهور الزمالك وما نعاقبش جمهور الاهلي علشان الزمالك معاه مباراه جماهيريه مع غزل المحله يوم السبت. ده نظام الرياضه في مصر. ده نظام الفشل اللي احنا فيه. فشل في جميع الرياضيات اللي موجوده في مصر بسبب تلك الناس اللي ماسكه الرياضه. تلك البشر اللي ماسك الرياضه ودى الرياضه المصريه ورا عين الشمس. مش ورا الشمس، ده ورا عين الشمس. حاجه فاخر من الاخر، حاجه كوالا لمبوريه على الاخر. طيب عشان ما اطولش عليكم، يعني الكابتن محمود الخطيب تنازل وتراجع عن موقفه، والحمد لله هيترشح للدوره الثالثه للنادي الاهلي باذن الله. كل التوفيق. مفيش مرشحين امامه، لان اي حد عارف ان الكابتن محمود الخطيب هيخش يبقى ملهوش مكان. قولا واحدا كل التوفيق. عشان يا كبير ما اطولش عليك، لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الكلام لكل الناس. سلام.